السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة محمرة. ايوه، مكرونة محمرة. طبعا اللي هيسمع الكلمة دي هيقول لي مكرونة محمرة دي مش محتاجة وصفة ولا علام. ايوه فعلا هي مش محتاجة، وكلنا شاطرين وبنعرف نعمل مكرونة محمرة. بس النهاردة عاملة لك ليها اضافة جديدة هتودي المكرونة دي في حتة تانية ان شاء الله تعجبك. انا عاملة لها طشة طماطم بالثوم وبالفلفل الحامي، وهحط معاها مكعب ماجي وشويه من الملح وشويه من الفلفل. ان شاء الله تعجبك، هتوديلك المكرونه دي في حته تاني. هنا معانا طماطم انا مقطعاها عشان اجهزها، هضربها في الخلاط. هحط عليها الثوم وهحط عليها الفلفل، وهضرب الاتنين دول التلاتة دول مع بعض كده في الخلاط. بس يلا بينا الاول نحمر المكرونه مع بعض. ما تنسوش اللايك يا حبايبي والاشتراك في القناه. وهنا حطيت حلة سخنة على النار ونزلت عليها بحبة زيت، يا ريت زيت بلاش سمنة، عشان الزيت هيخلي المكرونة مفلفلة وشكلها حلو معانا. ونزلت كده بالمكرونة وهفضل اقلب بقى، ويا ريت نفضل نقلب لحد ما كل المكرونة تاخد لون واحد. ما تبقاش واحدة غامقة وواحدة فاتحة، لا انا عايزة المكرونة كلها تاخد لون واحد، تبقى لونها ذهبي كده وجميل. هتفرق قوي يا جماعة في الطعم. خلي بالكم بالله عليكم، بلاش المكرونه تتحرق، خلي بالكم. اهو، هو اللون الحلو ده اللي انا عايزاه، لون ذهبي، ولا محروق ولا اي حاجه، ولا حبه وحبه، كله لون واحد. وهنزل بقى بشفشق الطماطم ده اللي انا عاملاله التومه وقرن الفلفل، وضربتهم بقى التلاتة مع بعض في الخلاط. هنزل بقى كده على المكرونه بتاعتي. وانا هنا ضفت شوية مية، يعني حطيت حوالي كوباية مية كمان عشان لقيت الطماطم مش كفاية. بتضيفي كمان شوية مية لان طبعا المكرونة تسويتها غير تسوية الرز. المكرونة بتاخد مية زيادة شوية، السوائل بتاعتها بتبقى زيادة. فانا حطيت شوية مية هنا زيادة فوق الايه الطماطم، وقلبت بالشكل ده. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هقوم نازله عليها بالتوابل بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي مكعب ماجي وشويه من الملح، طبعا الملح بتاعها طبعا الحياء، وشويه من الفلفل، يعني حاجه بسيطه من الفلفل، ربع معلقه كده. وهقلب كده مع بعضه كله، وهغطي عليها واسيبها لحد ما تغلي. وهرجع تاني ابص عليها، هغطيها بقى واسيبها لحد ما تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده يا جماعه، هي اتشربت اهي. كده بقى محتاجة ايه؟ محتاجة النار تهدى، محتاجة ان انا اوطي عليها واغطيها لحد ما تستوي. وهنا بصوا يا جماعة خلاص اهي استوت. شايفين فلفلت معايا ازاي؟ والطعم والريحة مش قادرة اقول لكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وده شكلها النهائي، يا رب تعجبكم.